وجه أمير المؤمنين الملك محمد السادس رسالة إلى الأمة أهب فيها بالمغاربة عدم إقامة شعيرة ذبح أضحية عيد الأضحى لهذه السنة. ديروا الكاس، خليني بغيت نهضر. ديروا الكاس وما كاينش العيد هذا العام. وعاش الملك، عاش الملك محمد السادس، الله يشافيك. وانا بغيت ربي يشافيك يا جلالة الملك، وانا بغيت ربي يوقف معاك في هاد العواشر كما وقفتي مع الفقراء وقعدتي عليهم الدخول هذا. انا بغيت ربي يشافيك يا جلالة الملك. الله ينصر سيدنا، الله يسهل عليه وخلي ليه صحيحته، الله يجعل ربي يشافيه، الله يعطيه الستر في الستر، الله يعطيه الستر، الله يسهل عليه. هنانا من العيد، الله يجعل ربي يوقف معاه، والله يخلي ليه وليداته، والله يستره، الله يديه في النجا ويجيبه في النجا يا ربي. الله يخلينا سيدنا، الله يبارك في عمر سيدنا، الله يبارك في عمر سيدنا. الله يحفظك يا جلالة الملك، قعدتي علينا واحد دخل كبير، والله الا دخل كبير قعدتي على الفقراء. الله يحفظك، سير الله يحفظك. ملكنا العزيز، كيما راك ديما كتكون مع المواطن في الازمات ديالو، الله يشافيك لينا ويعافيك، دمت عزا وفخرا لنا. حنا وراك سيدنا، لغيتي العيد الكبير حنا معاك في اي حاجه بغيتيها. المهم غادي ندوزوها بالشرائع الدينيه وبالصلاه وبالتقاليد المغربيه. حنا معاك سيدنا، الله ينصرك. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، دوان وعاش الملك والأسرة العلوية كاملة. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. أول حاجة تحية لكم، وعاش الملك وعاش الشعب، وتحية للشعب. ضامنا وكنا غنضامنوا إن شاء الله، ومبروك عليكم العيد ما كاينش، والله يصبركم الكسابة. عملوا وركر فصونا ودقدقتونا، وحنا ما بغيناكمش تكرفوا كي كاينين الناس اللي معلفة. أنا والله إلا كنتكلم وشاداني واحد الطوشة عريرة، الله ينصر سيدنا. وراه حتى اللي عندنا في هاد البلاد، وكنقول لخوتي المغاربة هادي راه مبادرة من صاحب الجلالة، لحقاش كان نهار شد العرش ولا ملك، حنا كنسميوه ملك الفقراء. كما الغا سيدنا هاد العيد هذا كنا غنتكرفصوا، غناخذوا هاد الحوليه هذا اللي كتشوف فيها تاخذوا 1.5 مليون، اللي عنده، اللي ما عندوش مسكين غيسبيري وغيصبر. ولكن عاش الملك، وتحيه للملك وتحيه للشعب. عاش الشعب وعاش الملك، الله يشافيه ويعافيه. تحيه لكم اخوتي. بحال هذاك تيدي 1.5 مليون غيورك دابا راه داير 80,000 100,000. تنشكركم كاملين. العيد سنه شي فريضه، ومنين نحيدوا اللي قالوا سيدنا هو اللي قابلينه. حنا قال مولا وليدات فرح ليا مع راسك، ما كاينش العيد كبير هذا العام هذا. كنشكروا سيدنا على هذا القرار هذا اللي بصراحه تلقى الاستحسان ديال الناس، خاصه الناس ذوي الدخل المحدود. فهذا قرار يعني كيراعي الطبقه الهشه والطبقه الفقيره اللي بصراحه ضرات بزاف مع غلاء المعيشه اللي كيعيشها الناس. راني تنقول لكم عندنا احسن ملك في العالم وعليه محسودين، خصكم تكونوا عارفين ومتاكدين منها. عندنا احسن ملك وعندنا احن اب، ملكنا راه ابنا. الحمد لله الحمد لله. خرج سيدنا ولغى عيد الاضحى هاد السنه في المغرب، وحنا راه ديجا دوزنا واحد الاعوام، شحال هادي اللي باقي نتعقلوا التسعينات، راه تلغى العيد في عهد الحسن الثاني الله يرحمه، ودابا تلغى في سنة 2025. وهذا الشيء كله يعني التفاتة للمواطن الضعيف اللي ما عندوش مسكين الجهد باش يشري الحولي. علاش كل عام تنخرجوا تنبقاو مساكن تيبقاو يبكيو ما عندناش باش نشريو الحولي، ودوك الشناقه دايرين حاله في عباد الله، وكيعاودوا البيع 20,000 خطره،
حتى كيوصل واحد الثمن اللي ما يمكنش تخيلوه. كيولي الانسان تيشوف الحولي بحال تيشوف النجوم، تيشوف نجمه ما يقدرش يوصل ليها. اخرها غير الحمد والحمد لله. صراحه انا بالنسبه لي هذا قرار صائب، وكنتمنى ان هذا القرار يعجب الناس، حيت كاينين حنا عارفين كاين اللي غيعجبو الحال وكاين اللي ما غاديش يعجبو الحال، ويقدروا يخرجوا هادوك نيت منهم اللي يقدر يكون الانسان ما عندوش وما يعجبوش الحال. راه شي حوايج كيطراو راه تقدر تفهم حتى تعيط ما تفهم والو. دونك الحمد لله هذه التفاته زوينه من سيدنا من بعد ديك القضيه ديال السردين. دابا الحولي او عيد الاضحى ملغي، وكنتمناو يا ربي ان شاء الله يكونوا حويجات اخرين اللي تكون في صالح المواطن المغربي وفي صالح داك الجيب ديالو. يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وهذا الشيء كله باش الانسان يدير واحد السنه، يعني يديرها بفرحه، ماشي يديرها هو مغبون وهو تابعو الكريدي وهذا راه ما بقاش عيد. كاينين الناس تعيدوا بالكريديات، هذا راه ماشي عيد، راه ما يمكنش تعيد بكريدي. شاري الحولي كتاكل في اللحم وانت تابعك كريدي من موراه. يعني انا هادشي ما عمرك دخل ليا لراسي. اللي ما قدرش الله غالب، واللي عنده راه هادشي الارزاق بيد الله. ولكن الحمد لله الدوله تلفتات شويه للمواطن، والله يطول في عمر سيدي. وصراحه الخبر فرحني بزاف، لان كاينين بزاف مساكن غادي يرتاحوا. ما بغينا العيد، بغينا اللي قال سيدنا هي اللي كاينه. مولاي عمر انت من الساكنه ديال هواره، واش انت مع هذا القرار ديال الغاء العيد؟ اي مع سيدنا اللي قال هنا، حنا بغينا الشعب ديال سيدنا، حنا المواطنين ديال سيدنا الله نصرو. عاش الملك. اذا انت مع هذا القرار؟ عاش الملك، ما كانش كنقول اللي بغى سيدنا بغيناه. حنا حمدنا الله بسيدنا، الله يقعد موسادو ويشافي. امين يا ربي. وهالسوق الصالحين وهالشهر الغفران اللي داخل بغينا كون سيدنا الله يقعد موسادك. يرشدو على سيدنا والشعب المغربي. الله يشافي سيدنا. ديروا يديكم. الله يقعد موسادو. الله يعطيه صحه جديده. الله يعاونو. الله يحفظو. الله يهلك الظلام ديالو. اللي ما بغى سيدنا الله يرزقو كون سير يديه. احنا بغينا سيدنا وبغينا الشعب ديال سيدنا وبغينا العائله سيدنا الله ينصرها. يا رب يفتح لي باب الخير، يفتح لي باب الشر. يا رب ود سيدنا الله يعفو عليك. احنا بنديرو يدينا والله بغا يكمل. الله يسهل عليك ويفتح لك باب الخير. يا رب يسهل عليك. وحنا اللي قالها سيدنا هي اللي كاينه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا القرار ديال الغاء عيد الاضحى كيخصنا حنا مغاربه. حنا عارفين الازمه اللي كاينه، الجفاف، يعني هادشي حنا راضيين على هذا القرار هذا. يا العيد تمنع في المغرب والجزائر من البارح، من اللي خرج الملك محمد السادس نصر الله اللي توحد المغاربه تحت يعني كلمه وحده وهي شعار ديالنا الله الوطن الملك. قال ان يعني العيد يتلغى السنه، خرجوا الجزائر كامل الشارع، باع المرادية باع، قناة النهار باع، تيك توك باع، الفيسبوك باع. لأنه الدولة لما تغير شيء في الشعوب نتاعها راح تبدا بوتي ابوتي، غير بشويه تخرج لك خطره. رانا نشوفوا انه عندكم سنوات وسنوات ما تعيدوش معنا في نفس العيد. اليوم يقول لك ما كاش النحر، غدا يقول لك ما كاش العيد الصغير، وهي رايحه. لانه التغييرات تكون ليست متسارعه، وانما تكون يعني عبر يعني فترات، وهذا الشيء اثر عليكم انتم كمسلمين. انا صراحه تدريجيا صح. جامي صارت في دولة عربية ولا دولة مسلمة العفسة اللي دارها هذا الملك محمد الستة بإلغاء العيد الأضحى. العيد الكبير قال لهم هذا العام ما كاش باسكو كاين الجفاف وكان منا والمواشي ما كاش وكاع تسمى قال لهم العيد الكبير ماشي اوبليجي، تسمى اللي من استطاع اليه، تسمى اللي يقدر يشري يشري، اللي ما يقدرش ما يشريش. وهي في دين الإسلام سي فري، تقدر تعيد اللهم بارك، ما تقدرش تعيد ربي يتقبل لك. هو قال لهم بلي المغاربه كاع انتم ما تقدروش وازمه مواشي، تسمى انا نعيد ناكل بلاصتكم كاع.
ومع الانباء والاخبار اللي راهي تدور عليه بلي قال لك كاين اللي يقول لك مات، كاين اللي يقول لك ما ماتش. البارح بعث المستشار ديالو ما باش يكون بعث ودار لهم كومونيكي للمغاربه وقال لهم فوالا عندكم العيد الكبير ما تجوزوش هذا العام. يعني انت راكي تقري بان الشعب المغربي ما يشافش شحال من نسمه 30 مليون نسمه فقير ما عندوش باش يعيد. هي الشعب المروكي كاع فقير وكاع ما يقدرش يعيد. برافو اختي برافو. كاين ناس فقراء اصلا. هذه شوفي عندنا فقراء ميم هذه وعندنا نستفدوا منها، نصفها يتصدق. يعني الناس الفقراء اللي ما يقدروش يعيدوا يصدقوا عليهم ويصدقوا عليهم. اختي نعطيها سؤال دوك. اختي الناس عندها الفلوس تقدر تروح لاسبانيا وتجيب لك باش، يعني تروح لاسبانيا وعلاش يمنعهم الملك هذا؟ علاه منعهم؟ جاوبيني. الجزائر اش دخلكم في هذا الشيء؟ ديوها في صاحبي، ديوها في صاحبي نتوما. لا صاحبي القرورة ديالنا دخلتو فيها صاحبي. ديوها في وحنا ما باغيينش ناكلو اللحم وديوها في مالكم نتوما اللي كنا بنذبحوا ولا شنو؟ ورحنا هادرين على العيد ديالنا بيناتنا. مالكم باع من البارح وكواشي خرفان بعدا سرضيين تلا بعتو نسمعوكم ما عرفتين. ديري بحال هذيك الشريطه تبقى الاخره في السوق تيوك عطينا 6000 وديها ونعطيكم معاها بالا ديال التبنات باش ما تموتش لك في الطريق. مياو باع مياو. مالكم ناش راه ما تجبدوكمش. خليونا هاني نهضروا في ارائنا ومع ولاد بلادنا. راه جيتو تاني تكتبوا في التعاليق وكذا راه عيد عادي باع. وحنا كون كانت العيد كاع راه كل فرد في اسره كان تيعيد بحولي. نتوما راكم 5 تتفاردوا في واحد اوكي. وحنا راه العام كامل كاينين اللحم. نتوما راه العام كامل وانتوما دايرين الصف على مجزره ديال اللحم الحامير. عوض تقولوا باع هرطوا. يا اخوان الله يعشر الخطوات ديالكم، الله يعشر الخطوات ديالكم، الله يجعل لكم القدم بألف حسنه، الله يجعل البركه. وسمحوا لنا